وهذا البارت الثاني من الشباكيه. الا بغيتو المقادير ديال العجينه والعجينه كيفاش كتكون غتلقاوها في البارت الاولى. هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما صلحت العجينه اللي كتكون رقيقه كنشكل الشباكيه ديالي بطريقه سهله، حتى هي راني وريتكم في البارت الاولى. بعد ما كنشكل الشباكيه ديالي كامله كما كتشوفوا معايا كنديرها في لاطات وكنخليها حتى كتنشف مزيان، وكنبدا باللاطه الاولى اللي صايبتها. كندير الزيت تسخن مزيان وكنقص عليه البوطه، يعني كندير نار متوسطه. كندير الشباكيه ديالي مع التحريك كما كتشوفوا معايا بواحد العود. ضروري ديروا نار متوسطه باش ما تختفلكمش في الطياب وتبقى لكم خضره. من بعد ما تحمروهاش بزاف، يعني حتى كتاخذ واحد اللون غامق، لانها غادي تزيد تاخذ اللون في العسل. كما كتشوفوا معايا انا هنايا راها حمراء غير ما كتبانش في الكاميرا. المهم درتها في العسل. من بعد ما ندير القليه الثانيه كنحيدها من العسل وكنديرها في واحد الصفايه، كنرش عليها شويه ديال الزنجلان. كتجي رائعه ومعلكه كما كتشوفوا معايا. فقط تبعوا الطريقه والمقادير غتلقاو